السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده ان شاء الله راجع لكم بفيديو جديد ومختلف. كلنا طبعا سمعنا عن كسوف الشمس اللي هيحصل يوم 29 رمضان واللي هيوافق يوم 8 ابريل. طبعا الناس كلها قلقانه وخايفه وعايزه تعرف بالظبط ايه اللي هيحصل. عشان كده احنا هنقول الحقيقة بجد. وكالة ناسا بتقول ان هيحصل كسوف للشمس. بالبلدي كده للناس اللي مش عارفة يعني ايه كسوف الشمس، هو ان الشمس هتتكسف وهتستخبى ورا القمر ومش هتبان، او بمعنى تاني القمر هيغطي الشمس، علشان كده ضوءها هيختفي والنهار هيتحول لليل. وسمعت كمان ان ممكن يكون في ضوء، لكن هيكون ضوء بسيط جدا. احنا قبل كده شفنا كتير كسوف للشمس وللقمر، ولكن كان مدته 5 دقايق وكانت اقصى حاجة ربع ساعة. لكن المرة دي يا جماعة وكالة ناسا بيتكلموا في 3 ايام. عارفين يعني ايه 3 ايام مفيش ضوء مفيش نهار يا جماعة؟ والله العظيم ده درس كبير جدا وعبرة وعظة لينا من ربنا، وده قبل ظهور علامات الساعة الكبرى. الحقوا يا جماعة، توبوا لربنا. مفيش حاجة هتنفعنا غير القرب من ربنا، وان احنا نتقي الله في كل حاجة في حياتنا. كمان ما ننساش نرد المظالم لأصحابها. طيب اللي هيبتدي هنا هو القمر مش الشمس. وعلى فكرة خسوف القمر ده مربوط بحركة البحر والمد والجزر وحاجات كتيرة قوي. وتعرفوا ان اساسا الفرق ما بين النور والضوء هو ان القمر هو النور والشمس هي الضوء. فهنا النور هيتحجب عننا 3 أيام آخر رمضان. لو حصل ده يا جماعة هيذكرنا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. زمان اتكلم وقال على اللي احنا هنعيشه دلوقتي أو إيه اللي هيحصل، وقال إن كسوف الشمس ده هيكون مربوط بحاجة اسمها النجم الطارق أو الكوكب ذو الذنب. ووكالة ناسا قالوا على الكوكب ده كوكب الشيطان. امريكا كمان بتقول للناس ان في الناس اللي شغالة في المراكز العلمية بتحذر وبتقول ان في كوكب هيصطدم بالارض، وان هم حددوا الكوكب ده ان هو هيصطدم بالارض في شهر 6، ورجعوا تاني غيروا كلامهم وحددوها في شهر 4. وعلى فكرة الخسوف والكسوف دول يا جماعة هيحصلوا ورا بعض بطريقة ما حصلتش قبل كده. واحب اقول لكم على حاجة، ان كل البشرية وكل الناس اللي عايشة على كوكب الارض دلوقتي ما حضرتش اي كسوف زي الكسوف اللي هيحصل ده، لانه ما حصلش من حوالي 350 سنة تقريبا. يعني ما فيش حد شافه ابدا، ودي هتكون اول مرة. فهنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصانا لما يحصل كسوف زي اللي احنا هنعيشه ده ان احنا نلجأ لربنا جامد ونكتر في الدعاء ونقرأ في المصاحف ونفضل نسجد لله ونصلي، عشان ان شاء الله بإذن الله تعدي على خير. وكمان في ناس بتقول ان يا جماعة